السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير صحه لاباس؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفطيره اللي كتجي في واحد المقله ديال وجده. كنطيبوها غير فوق البوطه بدون فرن، اللي كتجي زوينه بزاف، اقتصاديه وكتجي عائليه. كما كتلاحظوا معايا غير 250 غرام ديال الكفته غادي نحضروا هاد الفطيره هذه اللي كتجي اكثر من رائعه. من طبيعة الحال بقاو معايا حتى الاخير ديال لا فيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه هنايا غادي نبدا معكم بالحشوه. هنايا عندي واحد الفلفله حمراء مدوره متوسطه، وواحد الفلفله صفراء حتى هي مدوره متوسطه، وواحد البصله بيضاء صغيره، وواحد البصله حمراء، والا كانت عندكم بصله وحده كبيره ديروها. غادي ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال اليبزار، وغادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، ونردوهم من الفوق البوطه حتى تطيح معايا داك الخضره اللي هي الفلافل والبصله. هنا عندي 250 غرام ديال الكفته كما ملاحظين معايا. فتحتها كنحاول نفتحها مزيان كما موضح في الفيديو، وغادي ندير ليها العطريه. بالنسبه للعطريه عندي هنايا الاعشاب المنسمه. كتمشيو عند لوازم الحلويات اللي كيبيعوا الاعشاب من طبيعه الحال، فهما كيكونوا متوفرين دابا اصلا موجودين كاينين. درت معلقه كبيره ديال الاعشاب منسمه، ودرت معلقه كبيره ديال العطريه ديال الكفته، ومعلقه كبيره ديال دقيق الثومه. عملت هنايا معلقه صغيره ديال قزبور يابس، وغادي ندير معلقه كبيره ديال حمراء فيمي. هنايا غادي نزيد كاختياري اللي كيزيد واحد المذاق اللي زوين بزاف من هاد الحشوه هذه بيستو. هنايا زدت معلقه ما عمرها ديال البيستو، كما قلت لكم اختياري، وغنزيد واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص الصوجا. بالنسبه لهاد المكونات اللي كيجيو في الكفته فهي كتجي كتعطي واحد المذاق اللي رائع بزاف كنصحكم انكم تجربوهم. زيد شويه ديال الملحه وشويه ديال القزبر ومعدنوس، وكاختياريه الهريسه، نص معلقه صغيره ديال الهريسه، وشويه ديال الزيت بلديه. من طبيعه الحال غادي نردهم من الفوق البوطه حتى تطيح معنا الحشوه كما موضح في الفيديو. صافي هنايا الخضره ديالي طاحت مع داك شويه ديال الابزار شويه ديال الملحه والفلفله والكفته عفوا اللي عملنا لها العطريه حتى هي صوتيتها شويه فوق البوطه. هنايا غادي نخلط المكونات كامله من طبيعه الحال، وغادي ندوز للعجين معكم. بالنسبه للعجين ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. الى رجعتوا للفيديو ديال الفطيره درت معكم واحد الفطيره حتى هي بنفس العجين. هنايا في نفس المقله غادي ندير 250 غرام ديال الشعريه ديال الرز كما شفتوا معايا، اللي غادي ندير عليها الماء طايب ونخليها تطلق واحد شويه. غادي نرجع معكم للعجين اخواتي. صافي هنايا كما لاحظتوا معايا غادي نقطرها، وغادي نقطعها بالموس، وغادي نخلطها مع الحشوه ديالي. بالنسبه للتوابل اللي قلت لكم عليهم فكتشريو غير 5 دراهم، كيبقاو لكم في الدار، كتعملوا غير معلقه منهم وكيبقاو لكم داخل رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، كتحتاجوهم بزاف. هنا كما قلت لكم العجين عجنتها، اللي عملت 500 غرام ديال الدقيق، ومعلقه صغيره ديال العسل، معلقه صغيره ديال الزيت روميه، ومعلقه صغيره ديال الملحه. خلطت بالماء عادي من الصنبور بارد. جمعت العجين ديالي ودرتها في واحد البلاستيكه، ما عجنتها ما حتى شي حاجه. شوفوا معايا هنايا العجين كيفاش دايره مرخوفه. كما قلت لكم الى رجعتوا للفيديو ديال الفطيره غادي تشوفوا العجين راه انا دايرها معكم في الفيديو السابق. هنايا قسمتها على جوج. بالنسبه لهاد الفطيره درتها كبيره في المقله ديال وجده كبيره عائليه، قسمتها هنايا على جوج. على داكشي عملت 500 غرام ديال الدقيق الفرص من نوعيه جيده. صافي هنايا كما ملاحظين معايا قسمت العجين على جوج، وغادي نرجعهم للبلاستيكه
يرتاحوا واحد شويه غير ما ندهن المقله اللي غادي نوجد فيها الفطيره ديالي. المقله كما شفتوا معايا كبيره، المقله ديال الوجده ثقيله. غادي هنايا عندي واحد شويه ديال الزيت روميه، غادي ندير فيها معلقه ديال النشا، وغادي نخلط داك الزيت مزيان مزيان. هنايا كما لاحظتوا معايا عملت معلقه كبيره ديال النشا، وغادي نخلط داك الزيت مزيان مزيان، وغادي ندهن المقله ديالي بداك الزيت والنشا باش كتجينا الفطيره ديالنا محمره من طبيعه الحال، وكتجي فيها واحد اللون اللي زوين بزاف. هنايا كما ملاحظين معايا في الفيديو دهنت المقله كامله، وغادي نبدا نطلق في العجين ديالي. صافي هنايا كنحاول بانني نطلق العجين ديالي تكون على شكل دائري، وتكون رقيقه، ما تكونش غليظه نهائيا، واخا ترقوها فهي كتجي زوينه بزاف. صافي هنايا كما ملاحظين معايا في الفيديو الشكل او السمك ديال العجين كيفاش داير، فهي رقيقه. كتحاولوا بانكم ترقوها مزيان مزيان. وهنايا غادي نجيب المقله اللي غادي ندير عليها العجين ديالي، ونحاول بانني ندريسيها مزيان مزيان من الحواشي. ما خصنيش تجيني العجين من الحاشيه غليظه ومن الوسط رقيقه، خصني تجيني متساويه. هنايا كما لاحظتوا فانا عدلت العجين ديالي مزيان مزيان، وغادي نجيب الحشوه. كما كتشوفوا معايا الحشوه راها جات بنينه وتبارك الله، راها عائليه كلشي كلا منها. كما لاحظتوا معايا ف 250 غرام ديال الكفته، درت لنا واحد الفطيره ديال في المقله من غير فرن، وما كديش الوقت بزاف نهائيا في الطياب. صافي هنايا ستفت الحشوه ديالي، وغادي نجيب جبن من طبيعه الحال اختياري، يمكن لكم ما ديروش. هنايا استعملت جبن الدجاج اللي قطعته رقيق على شكل دائري كما كتلاحظوا معايا، هو اللي غادي نستف من فوق الفطيره ديالي. تيقوني بان كتجي فحال شي بسطيله، كتجي زوينه بزاف، كيجي فيها واحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف. ستفت الجبن من فوق الفطيره ديالي، وغادي نجيب العجين الثانيه من طبيعه الحال اللي حتى هي غادي نطلقها بحال اللي طلقت الشكل الاول. هنايا غادي نجيب المقله من طبيعه الحال ديال الفطيره ديالي، وغادي ندير عليها العجين كما موضح في الفيديو. هنايا كما لاحظتوا الحشوه راها كتبان، يعني العجين مطلوقه رقيقه. كما قلت لكم في الاول 500 غرام ديال الدقيق بالنسبه للمقله راها كبيره. الا عندكم المقله صغيره فحال الفيديو السابق اللي عملت في الفطيره كديروا 250 غرام ديال الدقيق. صافي هنايا غادي نحايد داك الفائض ديال العجين ديالي من طبيعه الحال، وغادي نحاول بانني ندق عليها غير واحد الشويه باش تجيني متساويه. هنايا كنحاول بانني نتني العجين ديالي باش ما تخرج لياش الحشوه. كما ملاحظين معايا كنجيب الجهه التحتانيه وكنتنيها على الجهه الفوقانيه، ومن بعد غادي نستمر فحال هكا حتى كنسالي. من بعد غادي نضغط على العجين ديالي ماشي بزاف، غادي نضغط عليها باش تجيني متساويه من طبيعه الحال كما موضح في الفيديو. وهنايا غادي ندير واحد العود كما كتشوفوا معايا ديال الاسنان، او واحد لي كورطون اللي غادي نثقب به العجين ديالي باش ملي تكون كطيب ما تنفخش معنا العجين. صافي هنايا داك الزيت وداك النشا هو اللي غادي ندهن به العجين ديالي. كما ملاحظين معايا ما درت له لا بيض لا حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد الحشوه هذه كندهنوها غير بالزيت والنشا، وكنردوها من طبيعه الحال من الفوق البوطه اللي كتكون مهيله، وكنبقاو نقلبوها، ما كديش الوقت نهائيا في البوطه. كنبقى ندورها وكنبقى نقلب ونشوف واش طابت. كنبقى نقلب المقله تبارك الله كبيره، كنبقى كما ملاحظين معايا كنبقى ندورها ونقلبها بحال هكا، كتعطيني واحد هنايا صافي راها طايبه من التحت كما ملاحظين معايا. غادي هنايا غادي نقلبها
صافي هنايا قلبت الفطيره ديالي، وغادي نحاول بانني ندق عليها واحد الشويه باش تجيني محمره حتى من التحت. صافي هنايا الفطيره ديالي وجدت، غادي ندهن الفطيره ديالي بواحد لاصوص. الا كانت عندكم لا مونطاد ديروها دهنتها، وغادي كتزيين من طبيعه الحال يمكن لكم تخليوها غير هيداك. دهنتها بلاصوص، وغادي ندير فيها للتزيين فقط من طبيعه الحال الخضره المجففه. بالنسبه لهاد الخضره حتى هي كتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، واللي كيبيعوا الاعشاب المنسمه. من طبيعه الحال غادي تلقاوها موجوده كتزيين كما قلت لكم. كيبقى اختيار، يمكن لكم تخليوها غير هيداك. شوفوا معايا هنايا كيفاش كتجي من داخل. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسونيش من اشتراك، كومونتير، لايك. وما كنقول البنات اللي مازالين ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله.